السلام عليكم. النهارده هنتكلم مع بعض في موضوع يخص الدهانات، وموضوع النهارده وهو دهان الجبسون بورد. الجبسون بورد على قد ما هو سهل في شغله لكن صعب في التعامل معاه، او بمعنى ادق لو ما تعاملناش صح هيعمل لنا مشاكل. تمام. في نقطتين مهمين جدا 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 لو حضرتك عامل جبسون بورد لازم تتعامل معاهم. اول نقطة وهي العزل. العزل بمعنى انه يتعزل حاجة غير مائية عندنا، يا اما مثلا سينيتون او نص لامع مثلا، او الاصح ان هو يتعزل سيلر حراري. ليه بنقول ان هو لازم يتعزل سيلر حراري وما يتعزلش مائي؟ اول حاجة لازم تعرفها هو تشريح الجبسون بورد عبارة عن ايه. هو عبارة عن لوح جبس عادي، جبس بلدي، متحوط بطبقتين من الكرتون او طبقتين من ورق المقوى. يعني في الاول وفي الاخر انت بتشتغل على ورق وبتدهن ورق. اول حاجه هقولها لك السيلر الحراري ميزته ايه، ولو ما عملتوش ممكن يحصل ايه. السيلر الحراري ميزته ان هو غير اي حاجه تانية. السيلر الحراري بيمتاز ان هو بيتغلغل شويه جوه الورق ده، غير السيليتون كمان وغير اللاكيه ده احسن منه، بحيث ان هو التخانه بتاعته رفيعه شويه او رقيقه، بيقدر يخش جوه الطبقه الورق دي ويوصل لحد الجبس اللي جوه. ده ميزته انه بيعمل طبقه اساس قويه جدا نقدر نعزل عليها او نقدر نشتغل عليها. طب انا لو ما عملتوش ممكن يحصل ايه؟ احنا نفرض ان احنا هنشتغل عزل مائي ما فيهوش اي مشكله. عزلنا عزل مائي سيلر مائي واشتغلنا عليه معجون وصنفرنا وادينا سيلر تاني وشطبنا. هنيجي في مرحله التشطيب، الطبيعي ان احنا بنشطب بلاستيك. البلاستيك ده لما يجي نحطه على اللوحه الجبسن بورد هو اساسه ميه مائي. الميه دي بتتخلخل او بتعدي كل المراحل دي لحد ما توصل لاخر طبقه الكرتون. اول حاجه عملناها لو نفتكر احنا عزلنا بسيلر مائي ما عزلناش بسيلر حراري، فالميه بتاعت التشطيب دي او الوش الاولاني دي بتوصل لحد الكرتون، بتقوم فاصله الطبقات الدهان بتاعتي كلها اللي انا عملتها. فبيضطر لان الكرتون ملوش او الورق ملوش حاجه يقدر تمسك عليها، او الدهانات بتاعتي مش هتمسك عليها، فبيحصل حاجه اسمها انه يفرقع يشرخ ضمن المشاكل دي. فعلشان تتلاشى الموضوع ده يبقى هي رقم واحد ان انا هعزل سيلر حراري. ما كانش سيلر حراري على الاقل بوهيه نص لامع، سينيتون على لاكيه الدنيا تمشي. طيب ايه تاني مشكله برضو ممكن تقابلني؟ هم مشكلتين اتنين واخطر حاجتين ممكن تتعامل معاهم. تاني مشكله ان احنا هنقول ان احنا دلوقتي عميل بيشطب شقته، ممكن البادجت بتاعه ما كانش معاه احسن حاجه او خسها معاه، فبيضطر ان هو ياخد حياته على مراحل او ياخد تشطيبه في الشقه دي على مراحل. هنعمل السيراميك ونركن، هنخلص محاره ونركن، هنأسس كهرباء وسباكه. يجي في مرحله الجبسون بورد بقى، هعمل الجبسون بورد واركن كام شهر لحد ما يجيلي فلوس تاني عشان اشطب النقاشه. هنا بقى الغلط كله. الجبسون بورد في حد ذاته ما فيهوش مشكله، يتركن عادي ما هو بيتخزن في المخازن. لكن النهارده صنايعي جبسون بورد وهو بيخلص شغله لازم اللحامات بيقفلها بشاش الميتال بتاعه، الزوايا، كل ده لازم يشتغل معجون. المعجون اللي بيعمله معجون ممتاز. هنا المشكله بقى في قصه المعجون الممتاز دي. المعجون الممتاز او معجونه الجبسون بورد عموما لما بتتساب بترطب، تيجي مهما تعزل فيها بتقشر. احنا الموضوع ده انا بكلمك فيه عن حاجات احنا قابلناها فعليا مش مجرد اجتهادات. الشغل لو مثلا عدى مثلا 4 5 شهور رطب، وخصوصا مثلا لو في اوقات فيها شتاء او حاجات من دي خلاص. حتى لو رجعنا بقى لاول مرحله وقلنا ان احنا نعزل سيلر حراري برضه ما فيهوش، خلاص عامل زي السرطان، هو مسك في الجبسون بورد المعجونه نفسها باظت. هتعمل ايه بقى؟ ساعتها هنضطر ان احنا ننزل كل معجون وكل حاجه اتعملت على الجبسون بورد. يبقى انت كده كلفت نفسك خامات وكلفت نفسك برضو مصنعيات، لان اللي هيعمل كده اكيد هيتحاسب. طيب كان الاسهل ايه والحل ايه؟ الحل ان احنا ابسط حاجه هنعمل الجبسون بورد قدامك حل من اتنين. يا اما ما تقفلش معجون والنقاش لما يجي يشتغل هيبقى يقفله هو، وممكن صنايعي الجبسون بورد يسيب مثلا وليكن 10 جنيه في المتر او ايا كان هو بيتحاسب ازاي، والصنايعي النقاش هو خلاص يشطب شغله. او هنقول ان انت عايز تستلم من صنايعي جبسون بورد كويس، خلاص مفيش مشكله، يخلص شغله عادي خالص تمام،
وبعد كده انت تعزل. وهنا بقى ممكن تعزل سيلر بلاستيك او السيلر المائي. هتقول لي طب ما انت قايل في البدايه سيلر مائي. غلط. هو غلط لو احنا هنشتغل عليه. انا بس عايز احفظ المعجون، اديله عصب عشان ما يرطبش، وبعد كده هبتدي السيلر الحراري بتاعي اللي قلت لك عليه من البدايه ان هو بيتوغل جوه الطبقات الجبسن بورد. فهو كده ولا كده هيجمد الجبس اللي هيجمد السيلر المائي اللي احنا اديناه. يبقى انت عشان ما تتوهش مني، عامل جبسن بورد قدامك حل من اتنين او حاجتين ما تقعش فيهم. اول حاجه لازم تعزل بسيلر حراري او اي حاجه مش مائي. بلاش عزل مائي. هو احيانا بيمشي واحيانا ما بيعملش مشاكل، ما بقولش ان هو، بس الاصح ان انت تعزل سيلر حراري. ما عملتش السيلر الحراري، انت كده وقعت نفسك في خطر. تاني حاجه، لو هتعمل جبسن بورد وهتركن فتره، لازم على الاقل يا اما تدي شويه سيلر بعد ما تخلص المعجون، او ما تخليش صنايعي الجبسن بورد يقفل المعجون. بس كده.